لو حضرتك بتحب اسكندرية وحابب تعرف كل أخبارها وتفاصيلها يبقى لازم تتابعنا. أنا ياسر ودي قناتي ياسر هيروح فين، وموضوعنا النهاردة مهم جدا. أتمنى إن هو يعجب حضراتكم، وأهلا بيكم معانا النهاردة في حلقة جديدة عن كل ما يخص اسكندرية وكل أخبار اسكندرية. ويلا بينا نبدأ حلقتنا، وزي ما تعودنا قبل ما نبدأ الحلقة لازم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا جدا جدا، وهو من أكتر المواضيع الرائجة الآن على كل وسائل التواصل الاجتماعي. موضوعنا النهاردة عن أخبار اسكندرية وانحسار مياه البحر، وتقليل منسوب مية البحر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا النهاردة قررنا ان احنا نصور من منطقة محطة الرمل والمنشية عشان نتابع ايه اللي بيحصل في المنطقتين دول بالتحديد. طبعا محطة الرمل زي ما حضراتكم شايفين المنطقة هنا كانت دايما فيها ارتفاع كبير للأمواج. سبحان فعلا سبحان من مغير الأحوال. محطة الرمل هنا يا جماعة كنا بنبقى ماشيين على سور البحر بره، والموج بيطلع لنا زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ولكن طبعا سبحان الله فعلا بجد، فجأة وفي لحظة كده منسوب البحر زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة اتغيرت في لحظة. كل حاجة مبقتش زي الأول. لسه كنا من حوالي أسبوعين أو 10 أيام صورنا لحضراتكم شاطئ سيدي بشر، واللي كان بيحصل في شاطئ سيدي بشر بسبب ارتفاع الأمواج واللي كان وصله الشاطئ. وفجأة دلوقتي بنصور فيديو تاني عن انخفاض منسوب المية وحصر مياه البحر زي ما حضراتكم شايفين. طبعا الصخور اللي حضراتكم شايفينها قدامنا ديت كل ده طبعا كان غرقان، والحواجز اللي على ايدينا الشمال دي المية كانت بتطلع لحد عندها، وممكن كمان كانت تعديها. عشان كده بجد يا جماعة فعلا كل ما بشوف المنظر دوت وكل ما بنزل اصور ما بقدرش اقول غير سبحان الله. فعلا بجد سبحان الله. كل حاجة بتتغير في لحظة وفي ثانية، تلاقي نفسك من ارتفاع كبير للأمواج فجأة تلاقي البحر منسوبه قل، فجأة تلاقي كل حاجة اتغيرت. طيب خلينا نتكلم أكتر. هو موضوع النهاردة دوت بيحصل عندنا في اسكندرية بس؟ هقول لحضرتك لأ. فعليا في عدد من الدول حصل فيها برضو نفس الموضوع، وهو انحسار او انخفاض في منسوب المياه للبحر المتوسط زي ما حضراتكم شايفين. ولكن احنا بنتكلم عن الجزء اللي يخصنا، وهو شواطئ محافظتنا اسكندرية الجميلة، اللي فجأة يا جماعة بعد ما كنا بنشتكي من ارتفاع الأمواج وفجأة كنا بنقول حدث هبوط وكل حاجة بتبوظ مننا، فجأة لقينا نفسنا في الوضع اللي حضراتكم شايفينه. فجأة من ارتفاع للأمواج، وكان بيوصل طول الموجة ل8 متر، فجأة كل حاجة اتغيرت زي ما حضراتكم شايفين، وتقريبا أصبح مفيش أمواج تماما. طبعا في ناس كتير هتقول ان الامواج دي قلت بسبب الحاجز اللي اتعمل في نص البحر. هقول لحضرتك لا، لان فعلا هبوط المية المرة دي مش طبيعي. الموضوع طبعا لو حضرتك مشيت على طريق الكورنيش الموضوع بقى باين جدا جدا جدا. طبعا الصخور اللي قدامنا ديت عمرها ما كانت بتظهر. كل المكان ده يا جماعة فعليا كان تحت المية. كل الصخور دي في منطقة محطة الرمل كل ده كان تحت المية. ولكن طبعا كل حاجة فجأة اتغيرت زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ارتفاع الأمواج اللي كان حصل لسه من أسبوعين في شاطئ سيدي بشر زي ما احنا عارفين كان اتسبب في هبوط كده لمنطقة قدام شاطئ سيدي بشر بالتحديد، كانت بطول 20 متر. والهبوط ده طبعا ناس كتير مننا كانوا ربطوه باللي كان حصل في تركيا وسوريا، وهو موضوع الزلزال. ولكن زي ما احنا شايفين طبعا كان ارتفاع الامواج في المنطقة هنا بيوصل زي ما شفنا في الصورة. فجأة المية بقت زي ما احنا شايفين المنسوب بتاعها قل جدا جدا جدا. زي ما كنت بقول لحضراتكم ناس كتير طبعا ربطت موضوع الزلزال بهبوط الارض اللي كان حصل في سيدي بشر، وطبعا طلعنا وكدبنا كل دوت وفهمنا حضراتكم الاسباب الحقيقية اللي حصلت لشاطئ سيدي بشر، وان كان سببها الأول والأخير هو ارتفاع الأمواج أثناء نوة الكرم اللي فاتت ديت، اللي كل طبعا اسكندرية عارفينها.
ارتفاع الأمواج أدى لظاهرة النحر وأدى للي كنا شفناه، وكنا نزلنا فيديو مهم جدا جدا عنه في شاطئ سيدي بشر. وطبعا كان وقتها محافظة اسكندرية اتدخلت تدخل سريع وفوري بالتعاون مع شركة المقاولين العرب عشان نلحق اللي حصل في شاطئ سيدي بشر، والحمد لله الموضوع عدى على خير. ولكن فجأة من ارتفاع كبير جدا للأمواج صحينا لقينا اللي حضراتكم شايفينه كده. احنا تقريبا بقالنا حوالي 4 أو 5 أيام في الوضع اللي حضراتكم شايفينه. هبوط كبير جدا للمية، ومنسوب المية طبعا أصبح مفيش أمواج تماما. كتير مننا طبعا بيسمع اخبار، والاخبار دي بتقولك مثلا تلاقي حد طالع يقولك ان هبوط المية دوت بيبقى بداية لإعصار تسونامي زي اللي حصل في اندونيسيا وفي اليابان. طبعا احنا كنا شرحنا كل حاجة عن إعصار تسونامي في فيديو خاص نزل عندنا على القناة، اتمنى من حضراتكم تتابعوه. طبعا لو حضرتك لأول مرة بتشوفنا مش عايز افكر حضرتك تاني انك لو لسه ما اشتركتش عندنا في القناة، اتمنى ان حضرتك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. بإذن الله هنحاول نغطي كل حاجة عن اخبار اسكندرية مع حضراتكم اول باول. ونتمنى ان حلقتنا النهاردة تكون مفيدة جدا لكل اهلنا في جمهورية مصر العربية وخارج جمهورية مصر العربية برضو. في ناس كتير يا جماعة فعلا من بره مصر وبتجيلي تعليقاتهم، الناس دي بتبقى مهتمة جدا 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 ان هم يعرفوا كل حاجة عن اخبار اسكندرية وعن اللي بيحصل في اسكندرية. وطبعا كلنا صحينا من كام يوم على فجأة خبر مالي وسائل التواصل الاجتماعي، فجأة هبوط وانحسار لمياه البحر على كل شواطئ اسكندرية. طيب بما اننا نزلنا وصورنا زي ما حضراتكم شايفين وشفنا فعلا الانحسار ده، مش اول فيديو ينزل عندنا عن موضوع انحسار مياه البحر في شواطئ اسكندرية، ده كده تاني فيديو يا جماعة ينزل عن موضوع انحسار مياه البحر. طيب خلينا كده مع بعضينا وبكل وضوح نقول يا جماعة، هو فعلا اللي بيحصل دلوقتي دوت بداية لإعصار تسونامي، أو موضوع ليه علاقة باللي حصل في سوريا والزلزال بتاع تركيا؟ هقول لحضراتكم اللي بيحصل قدامنا دوت ظاهرة معتادة الحدوث في نفس التوقيت من كل سنة. لو حضرتك متابع طبعا الظواهر الطبيعية اللي بتحصل، هتلاقي ان ظاهرة المد والجزر اللي حضراتكم شايفينها قدامنا ديت ظاهرة معتادة الحدوث، ولكن السنة دي ممكن الموضوع جاي بزيادة شوية. طبعا حضراتكم شايفين نقاء مياه البحر عامل ازاي، ما كناش بنشوف طبعا احنا الحاجات ديت. كل الحاجات اللي حضراتكم شايفينها الصخور دي كانت تحت المية. انا الصراحة بقالي فترة كبيرة ما شفتش المية بدرجة النقاء ديت، ما شفتش لون المية بالحلاوة والجمال دوت. كنا بقالنا فترة كبيرة شايفين طبعا لون المية عامل ازاي. كان بقالنا فترة كبيرة طبعا كلنا شايفين تغير كبير في لون المية بتاعة البحر، وكان دوت بسبب طبعا التغيرات المناخية اللي اتكلمنا عنها برضو في فيديو قبل كده. فخليني اقول لحضراتكم وتاني وارجع واعيد ان موضوع انحسار المية او هبوط منسوب المية اللي احنا فيه دلوقتي دوت بإذن الله طبعا كله بأمر الله. ولكن الموضوع يا جماعة ملهوش علاقة بحدوث تسونامي ولا ليه أي علاقة بالزلزال اللي كان حصل في سوريا وتركيا. وبما إننا طبعا جبنا سيرة الزلزال اللي حصل في سوريا وتركيا، نحب طبعا نعزي كل إخواتنا وكل حبايبنا الشعب السوري والشعب التركي المسلمين في كل زواياهم وكل ضحايا الزلزال. ونتمنى طبعا ان ربنا ما يكررش الموضوع تاني وما يحصلش حاجة زي اللي حصلت، اللي كان فعلا الخسائر فيه كبيرة جدا جدا جدا. طبعا ده كورنيش البحر بالتحديد عند منطقة محطة الرمل. احنا دلوقتي بنصور ما بين منطقة محطة الرمل ومنطقة المنشية. في ظهري كده منطقة المنشية والقلعة والمرسى ابو العباس، وقدامي كده بالظبط زي ما حضراتكم شايفين الشاطبي وشارع سوتر ومجمع الكليات. ولو كملنا شوية هنوصل لسيدي جابر والمنظرة والعصافرة. طبعا بجد يا جماعة الموضوع دوت عامل رعب لناس كتير جدا، بس انا حابب اقول لحضراتكم ان
مصر الحمد لله ربنا حافظها، ومصر ان شاء الله مش هيضرها اي حاجة ولا اي مكروه. مصر طبعا ذكرت في القرآن كتير جدا، عشان كده بقول لحضرتك ما تقلقش، لان فعلا ربنا حافظ بلدنا وربنا هيسلمنا من كل شر. طبعا نتمنى ان ربنا يبعد عننا اي حاجة وحشة عننا وعن كل بلاد المسلمين عموما. فبجد يا جماعة ما تقلقوش من موضوع هبوط المية او انحسارها زي ما حضراتكم شايفين. فعلا طبعا الموضوع اول مرة يحصل كده، يعني احنا اول مرة نغطي موضوع زي دوت. فالموضوع غريب علينا جدا هنا في اسكندرية، والموضوع طبعا مش بس في المنطقة اللي انا بصور فيها في منطقة محطة الرمل او المنشية، ولكن فعلا انا لسه كنت مصور فيديو لحضراتكم من 3 ايام. اول يوم كان لموضوع انحسار المية دوت. الفيديو كان في شاطئ سيدي بشر، وفعلا برضو كان فجأة الشاطئ اتغير من ارتفاع كبير جدا جدا للأمواج. طبعا شايفين دي محطة الرمل. محطة الرمل يا جماعة أنا واحد من الناس عمري ما شفتها زي ما احنا شايفين كده إن الرملة تظهر. والله فعلا النهاردة فيديو تاريخي، فيديو للتاريخ. الفيديوهات دي يا جماعة بجد فيديوهات هوثقها بجد. الفيديوهات دي أنا أول مرة أشوف رملة كده في شواطئ محطة الرمل. أول مرة أشوف شكل محطة الرمل يا جماعة. طول عمرنا عارفينها ان هي منطقة ما فيهاش شاطئ، منطقة طبعا فيها بلوكات صخر، وكنا دايما كل ما نعدي من المنطقة ديت نشوف ارتفاع الامواج اللي كان بيوصل لحد عندنا بره واحنا ماشيين. فجأة محطة الرمل اصبحت منطقة فيها شاطئ رملي زي ما احنا شايفين. كل حاجة الناس بقت بتنزل زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا هوري حضراتكم دلوقتي ان الموضوع كمان وصل ان في شباب كتير زي ما احنا شايفين، يا ريت يكونوا واضحين قدامكم في الفيديو. في شباب كتير كمان بقت بتنزل البحر. بجد فعلا سبحان الله، سبحان مغير الاحوال. حضرتك تنام على وضع تصحى الصبح تلاقي الوضع اتغير تماما. فعلا بجد سبحان الله. والله بجد يا جماعة انا مستغرب، انا بصور لحضراتكم الفيديو ومستغرب من كل حاجة بتحصل ومن كل حاجة انا بصورها. بس كل اللي اقدر اقوله ربنا يحفظنا وربنا يحفظ بلدنا، اجمل بلد في الدنيا فعلا، ويعدي الموضوع على خير. وبرجع تاني اطمن حضراتكم واقول لكم يا جماعة اللي احنا فيه دلوقتي دوت ظاهرة المد والجزر ظاهرة معتادة الحدوث كل سنة في نفس التوقيت. ولكن ممكن السنة دي يكون الوضع جه مختلف شوية، ممكن يكون الظاهرة السنة دي حصلت بزيادة شوية، فدي مخلية ناس كتير قلقانة جدا منها. طبعا شايفين اهوت كده دي بلوكات محطة الرمل، على يميننا بره طريق كورنيش. طبعا المية كانت بتطلع لحد فوق البلوكات دي كلها. كل المنطقة هنا كانت متغطية بالمية زي ما احنا كنا بنشوفها دايما باستمرار في محطة الرمل. وطبعا اهم حاجة انا طالبها دلوقتي من حضرتك، لو حضرتك بتتابعنا لأول مرة أو سواء من متابعينا على القناة، أتمنى إن حضرتك دلوقتي تنزل بسرعة وتعمل لايك جميل كده زي حضرتك، وأتمنى تكتب لنا في التعليقات رأي حضرتك في الفيديو ورأيك في الظاهرة الغريبة اللي بتحصل، واللي بقينا بنشوف كل يوم حاجة غريبة في اسكندرية بتحصل. فجأة من ارتفاع كبير للأمواج، فجأة من هبوط في الأرض اللي احنا شايفينه دلوقتي دوت يا جماعة. فعليا السنة دي سنة مختلفة تماما. 2023 سنة مختلفة فعليا بكل أحداثها بكل حاجة بتحصل فيها. والله يا جماعة السنة دي فعليا كل يوم في ظاهرة مختلفة. مش عارف بصراحة هو الموضوع هيوصل بينا لحد فين. شايفين طبعا الصخور اللي قدامنا اللي الناس واقفة عليها. انا اول مرة في حياتي اشوف الصخور دي طبعا ظاهرة زي ما حضراتكم شايفين. بس انا واثق ان ربنا هيقف معانا والموضوع يعدي على خير، وان شاء الله مش هيحصل اي ضرر ولا اي مكروه لبلدنا. وبجد يا جماعة انا طالب من حضراتكم طلب، واتمنى ان حضراتكم يعني تكونوا قادرين ان انتوا توصلوا للمعلومة من مصدرها الصحيح. في ناس كتير بتقعد تنزل وتقول لحضرتك ان اعصار تسونامي جاي وان في حاجات كتير هتحصل وان اسكندرية
ممكن تغرق. كل الحاجات دي يا جماعة لا يعلمها الا الله. فبجد ما تسمعش لأي حد يقولك معلومة، بجد حاول ان انت على قد ما تقدر تسمع المعلومة من مصدرها الصحيح. فانا مش بقول لحضرتك الكلام ده عشان تقولي انت بتقولي مثلا المعلومات ديت يبقى انت المصدر الصحيح الوحيد، لا، بقول لحضرتك الكلام دوت لان فعليا انا بقيت بسمع حاجات غريبة جدا. طبعا اللي قدامنا في الصورة دي منطقة المنشية، والمبنى ده معروف في منطقة المنشية، واللي على يمنا او قدامنا بالظبط كده دي القلعة بتاعة اسكندرية. قلعة اسكندرية زي ما قلت لحضراتكم او قلعة قايتباي. قلعة قايتباي طبعا احد المعالم التاريخية هنا في محافظة اسكندرية. وبرضه موجود قدامنا بس مش واضح قوي في الفيديو مسجد المرسي ابو العباس. المرسي ابو العباس برضو احد المساجد التاريخية في محافظة الاسكندرية. وعلى يمنا او قدامنا كده بالظبط برضو موجود اكبر مكتبة في العالم، مكتبة اسكندرية. فبجد اسكندرية جميلة يا جماعة، ولو حضرتك ما زرتش اسكندرية بجد انت فايتك كتير جدا. اتمنى ان حضراتكم تزوروا اسكندرية سواء في الصيف او في الشتاء. فعلا في ناس كتير بتيجي تزور اسكندرية خصوصا في فصل الصيف، ولكن عشاق الشتاء بيبقوا مختلفين. اي حد يا جماعة بيزور اسكندرية في الشتاء فعليا مش هيقدر يعيش سنة من غير ما يجي اسكندرية في الشتاء. واسكندرية كمان السنة دي بالاخص مختلفة بظواهرها الغريبة اللي عمالة تحصل. طبعا ظاهرة انحسار مية البحر ده ما حصلش عندنا احنا بس، ولكن انا كنت تابعت ان حصل في عدد كبير من الدول العربية اللي بتطل على البحر المتوسط. فبجد ربنا يحفظنا وربنا يسلم بلدنا ويعديها على خير. زي ما حضراتكم شايفين الشباب من انخفاض المية أصبحوا بينزلوا على الصخور، زي الجلاشين اللي كنا نزلنا لحضراتكم فيديو عنهم، اللي هو زي اللي في المية كده، بينزلوا يفضلوا يحفروا بين الصخور وبيطلعوا حاجات سواء مفقودات او سواء في ناس بتطلع كابوريا وجمبري من بين الصخور اللي حضراتكم شايفينها. طبعا الصخور ديت ما كانتش بتظهر وما كانش حد بيعرف ينزل، لكن طبعا انحسار المية وانخفاض المنسوب زي ما حضراتكم شايفين خلى الشباب عادي بينزلوا في اي وقت وبيعملوا اللي حضراتكم شايفينه. اللي في المية ده دلوقتي جلاش يا جماعة، اللي كنا شرحنا لحضراتكم عن الجلاشين او عفاريت البحر. وفي النهاية وقبل ما ننهي الفيديو نتمنى تكون الحلقة عجبت حضراتكم ونكون عند حسن ظنكم، وما تنسوش طبعا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. دمتم في حفظ الله.